هضرتي على أننا خصنا نبنيو قواعد الأساس هما اللي خصنا نركزوا عليهم أكثر شيء. أشنا هما هاد القواعد اللي ما يمكنش نخرجوا براهم، وكيفاش مثلا كآباء in general ولا كناس اللي رجعوا من بلاد المهجر. أنا متفقة مع الأم اللي قالت لك أنا تربيتي وبنتي تما أسهل بكثير من تربيتي لبنتي في المغرب، أسهل بأشواط. يعني كاين تدخل ديال المدرسة، كاين تدخل ديال الآباء، كاين تدخل ديال grandparents، بزاف ديال الحوايج اللي انتي كنتي كتقولي أنه يمكن إيجابيا it's positive أنك غتجي تعيشي في بلادك، الحمد لله على بلادنا إيتو، ولكن كتحسي براسك أنك جاوك إكراهات أكثر. ونحن كأمهات كلياتنا عم نجاهد، يعني ما في وحدة قرارها دائما صائب ووحدة قرارها دائما خاطئ. ممكن أنا بالنسبة لي ببيتي عندي الشاشات 5 أيام بالأسبوع، 2 ساعات باليوم. ممكن أنت بالنسبة لك قانون الشاشات هو عبارة عن بس بالويكند 2 ساعات، سبت وأحد، الاثنين صائبين طالما القانون ماشي ببيتك زائد أنت وولادك متفقين عليه. فشو هي القانون اللي لازم يكون عندنا بالبيت؟ طبعا نرجع للسنة النبوية والقرآن الكريم. أما كل شيء إضافي اللي هو بيمشي مع حياتنا اليومية والروتينية، كل عائلة إلى قوانينها، ونحن كأمهات كتير مهم ندعم بعض. يعني أنت عندك شاشات 5 أيام بالأسبوع، أنا لا، أنا غير في ويكند كتعطي بلدك الآيباد، أنا مستحيل لا آيباد ولا تليفون، أنا سكرين فري، ارحمونا. right؟ رحمة، كل أم وكل عائلة إلى قواعدها، لأنه إذا أنا بشتغل يمكن أنت قاعدة بالبيت، إذا أنا عندي نونو يمكن أنت ما عندك، فكل عائلة بتحط قوانينها. المهم إنه يكون في اتفاق وانسجام مع أولادنا.